ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض خبز الباند مي، او زي ما احنا كلنا عارفين اسمه عيش التوست او خبز التوست. واحد من احلى العيوش اللي طبعا ممكن نستخدمها كعيش للسندوتشات. بس كمان هو يعني ممكن نستخدمه في وصفات كتيرة جدا، سواء للحلويات او للحوادق. يعني في من اشهر السندوتشات اللي بتتعمل بيه زي الكروك مسيو والكروك مدام، او حتى كحلويات زي الفرنش توست والبريد بودنج، او حتى كاستخدام ككروتون او عيش متحمص كده فوق السلطات. يعني هو استخداماته يعني ما بتخلصش، وهو واحد من اهم وصفات العيش اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها ابدا. هنعمله النهارده مع بعض، وفي فيديوهات تانية هنستخدمه بقى في وصفات تانية كتيرة. يلا بقى نبتدي على طول. كالعادة هسيب لكم المقادير كلها بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف. أول حاجة هتكون عندي في المقادير هي الدقيق. استخدموا دقيق يكون دقيق مخبوزات، أو اللي هو بيكون مكتوب عليه دقيق للبيتزا أو دقيق للخبز. بلاش تستخدموا دقيق كل الأغراض في الوصفة دي، لأن لو استخدمتوا دقيق كل الأغراض القوام بتاع عيش التوست هيكون مختلف تماما، هيكون أقرب لقوام الفطاير، هيكون هش بزيادة، وده مش مطلوب قوي في عيش التوست. دول بالظبط نص كيلو من الدقيق او 500 جرام من الدقيق المخبوزات زي ما قلت لكم. وانا هستخدم في عجن التوست النهارده طريقه اسمها طريقه السبونج، او ان احنا هنعمل بادئ او يعني ستارتر للعجينه. علشان السبونج اللي انا هستخدمه للعجينه هحتاج جزء، وده من نفس كميه الدقيق نص كيلو خدت منهم جزء من الدقيق، واحتاج شويه من الميه وشويه من الخميره. مقدار الخميره اللي موجود عندي في المقادير لو استخدمته العجن المباشر يبقى حطوه كله على الدقيق واعجنه، لكن علشان انا هعمل ستارتر فهاخد جزء بس من الخميره زي ما هوريكم كمان شويه علشان اعمل بيها البادئ. لكن زي ما قلت لكم لو هتستخدموا العجن المباشر حطوا كله على بعضه وخلاص. عندي كمان في المقادير شويه من اللبن الباودر، وده اختياري تماما لو حابين تستغنوا عنه، وكمان شويه من السكر والملح، وزي ما قلت لكم المقادير كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. طبعا ميه علشان العجن. علشان اعمل الستارتر بتاعي بقى محتاجه دول 50 جرام من الدقيق، نفس كميه الدقيق اللي عندي، مش دقيق اكسترا ولا اي حاجه. هنحطهم وعليهم هنضيف يعني على طرف المعلقه خميره. دول جزء من الخميره، طبعا دي نفس مقادير الخميره اللي عندي في المقادير هتلاقوها على طرف المعلقه، او اقل من نص معلقه، ربع معلقه صغيره، اللي هي تقريبا بالظبط 2 جرام من الخميره الفوريه. هنحطهم على الدقيق وعليهم 50 جرام من الميه، يعني كميه الميه هي نفسها نفس كميه الدقيق، 50 جرام من الدقيق عليهم 50 جرام من الميه. وهخلط كل حاجه مع بعض شويه، يعني لغايه ما الدقيق يشرب كل الميه، ويعني هفضل اعجن فيهم شويه بالمعلقه واقلب فيهم بالمعلقه شويه لغايه ما الاقي ان بقى فيها شويه قوام، يعني اتكونت عندي شبه كوره، بس كوره هتلاقوا ان هي كوره ملزقه كده وستيكي. اوكي بالشكل ده كده هتكون عندي جاهزه. في الوقت ده انا ممكن تسيبوها بره يعني في المطبخ عادي على رخامه المطبخ في حدود الساعه مثلا 45 دقيقه، لو حابين ان هي تخمر بشكل اسرع، او ممكن تدخلوها التلاجة لاكتر من كده، ساعتين مثلا 3 ساعات. انا دخلتها التلاجة في حدود الساعتين وكانت عندي جاهزه. بعد ساعتين بالظبط تقريبا في التلاجة هتلاقوا ان الخميره عندكم بدات يعني تكون خمرت شويه، هتلاقوا ان في بابل كده بدات يكون فيها بابل وفقاعات من الهواء. بس انا محتاجه ان فقاعات الهواء تكون فقاعات صغيره، مش عايزه تكون فقاعات كبيره او خمرت بزياده. لان لو لقيتوا ان هي خمرت بزياده وبقى فيها فقاعات كبيره على الوش كده، وهتلاقوا ان هي بدات تعمل زي فتحه في النص او خرم كده في النص، وبدات كولابس او تهبط شويه، وهتلاقوا ان في طبقه ميه على الوش كده، هيكون عندكم الستارتر ده باظ تماما ومش هينفع ان انتوا تستخدموه، وهتضطروا ان انتوا تعملوه من اول تاني. فبالظبط دي المرحله اللي انا عايزه اوصل لها. بقت بابلينج، عليت، خمرت، البابل بتاعتها صغنطوطه وصغيره، مفيش بابل كبيره ولا في طبقه ميه على الوش، كده هتكون عندي بيرفكت وجاهزه ان انا استخدمها للعجن. في البوله بقى بتاعه العجين، او لو حابين ان انتوا تستخدموا ايديكم في العجن زي ما قلت لكم احسن عجين الايد. هحط كل المكونات مع بعض، وطبعا باقي كميه الخميره اللي كانت اوريدي عندي في المقادير، والستارتر اللي احنا عملناه، والميه طبعا. وهركب بقى الهاك اتاتشمنت، وهشغل على سرعه وسط لهاديه، مش عايزه السرعه تكون عندي عاليه. هعجن العجينه لغايه ما الاقي ان هي يعني شربت كل الميه وبدات تتعجن كويس، تقريبا هتقعد حوالي 10 دقائق تقريبا لغايه ما تتلم كده، وتلاقوا ان العجينه بقت طريه وفيها مطاطيه بالشكل ده. كده هتكون عندي بيرفكت وجاهزه ان انا ابتدي اضيف الدهون.
دول 4 معالق كبيرة من زيت نباتي. لو حابين ان انتوا تستخدموا نفس الكمية زبدة مفيش مشكلة، والوصفة الأصلية بيكون فيها زبدة. بس زي ما قلت لكم قبل كده أنا العيوش اللي بستخدمها للساندوتشات ما بحبش ان انا استخدم فيها زبدة لاني ما بحبش نكهة الزبدة فيها. لكن زي ما قلت لكم الوصفة الأصلية بيكون فيها زبدة، ولو انتوا حابين تستخدموا الزبدة مفيش مشكلة خالص. انا بحب الزيت اكتر في العيوش. فيعني دي حاجة ترجع لكم، وده ذوق شخصي تماما. هحط الزيت او الزبده زي ما انتم حابين، وهكمل عجن لغايه ما الاقي ان العجينه شربت كل الدهون وبدات تاني تتلم وتتعجن وترجع ناعمه وعجينه سموث وطريه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كده هتكون عندي بيرفكت وجاهزه ان انا ابتدي اريحها للمره الثانيه. وانا اوريدي العجينه عندي فيها طعم الخميره الحلو لان احنا عاملين ستارتر وقعد يخمر لفتره كويسه، فانا مش محتاجه ان انا اخمر العجينه تاني. اوكي، في الفتره دي انا كل اللي انا هعمله ان انا هلم بس العجينه بايديا، وهرش الرخام عندي بشويه من الدقيق، وهحط كرة العجينه عندي، هغطيها طبعا وهسيبها ترتاح في حدود 15 ل 20 دقيقه، مش اكتر من كده. مش محتاجه ان هي تخمر ولا اي حاجه، محتاجه بس ان انا اريح العجينه شويه مكان ما انا نشطت الجلوتين في العجن، لكن مش محتاجه ان هي تخمر ولا اي حاجه. وفي الوقت ده بقى هنبتدي نجهز قالب التوست اللي عندي. لو عندكم قالب التوست اللي هو بيكون مخصوص للتوست اللي هو بيكون زي غطا كده، في منه النوع ده وفي منه كمان النوع الستانلس، الاثنين بيكونوا حلوين قوي. الاثنين عندي بصراحه والاثنين حلوين جدا. او ممكن حتى تستخدموا قالب الانجليش كيك اللي هو القالب بتاع الكيكه الطويله دي. اوكي، الفرق بس ان انتوا لو استخدمتوا القوالب بتاعه الكيك هيكون قالب التوست عندكم ليه ضم كده او قبه، مش هيطلع مربع كده من كل حته زي القوالب اللي هي بتبقى مخصوص للعيش التوست. فالاثنين هيكونوا حلوين بصراحه، ما فيش يعني حاجه احسن من الثانيه. كل الموضوع ان انا دهنت القالب بتاعي بشويه من الزبده السايحه او ممكن سمنه بلاش زيت، وهيكون كده عندي القالب جاهز. بعد حوالي 20 دقيقة العجينة هتكون تمام خلاص ريحت تمام، ومع ذلك هيكون برضو فيها شوية ان هي بدأت تخمر شوية، فاضغطوا عليها خرجوا اي هواء زيادة او فقاعات من الهواء كبيرة جوه العجينة. وهفردها بقى بالنشابة عندي، عايزاها تكون عرضها تقريبا اقل من عرض القالب اللي عندي في حدود الأربعة 5 ملي. وما تقلقوش هي مع الفرد يعني الطول بتاعها هيزيد شوية وهتبقى بيرفكت على قد القالب. وعلشان نشكل عيش التوست بقى، الطريقة الصحيحة علشان تشكلوا عيش التوست هي ان انتوا تقسموا العجينه عندكم على 3 اتلات. هنقسم التلت الاولاني من العجينه وهنضغط عليه كويس قوي قوي علشان اتاكد ان انا اخرج اي فقاعات هواء موجوده جوه العجين. وبعدين هاخد التلت التاني على التلت الاولاني، وهبتدي اهم حاجه عندي ان انا كل مره اضغطوا خرجوا اي فقاعات هواء بين يعني ممكن تكون موجوده في العجين، ولموا العجينه يعني كل شويه دخلوا العجينه جوه بعض، بحيث ان انتوا تكونوا حريصين ان انتوا عندكم لوف تايت قوي ومقفول مفيش فقاعات هواء، علشان تاخدوا تكتشر حلو للعجين كده وتلاقوا الكرامب كده متوحد ومفيهوش فقاعات هواء كبيره. بعد ما تشكلوه في الاخر بقى اضغطوا على القفله بتاعه العجينه من تحت بس كده، اقفلوها كويس قوي قوي. ودلوقتي بقى هناخده ونحطه في القالب. يعني طبعا الجزء اللي احنا قفلناه من تحت هيكون من تحت. اوكي، يعني هنحط القفله دي من تحت في القالب واضغطوا عليه كويس قوي. حاولوا ان انتوا يعني ايه تملوا القالب كويس. بس لو لقيتوا ان العجينه بترد منكم ومش ماليه القالب ما تقلقوش، هي لما تبتدي تريح وتخمر هتملأ القالب بيرفكت، يعني مش هتلاقوا ان في اي فراغات بين القالب ولا اي حاجه. وهقفل بقى الغطا بتاع القالب بس مش هقفله للاخر، يعني هسيب فيه جزء صغير مفتوح علشان اشوف منه العجينه وهي بتخمر. انا محتاجه ان العجينه عندي تخمر لغايه ما توصل تقريبا قبل الغطا في حدود الأربعة 5 ملي. وكده هتكون عندي جاهزه. طبعا على حسب درجه حراره الجو عندكم، واذا كنتوا بتعملوا العيش في الشتاء او في الصيف حسب درجه الجو. يعني انا تقريبا لان الجو دلوقتي برد شويه، فتقريبا اخدت معايا في حدود ساعه وربع تقريبا. اول ما توصل عندي زي ما قلت لكم قبل ارتفاع الغطا بحوالي 4 5 ملي هقفلها، وهستنى في حدود 5 6 دقائق كمان عشان اضمن ان هي تكون عالية شويه. وبعدين هدخلها على الفرن، هندخله على درجه حراره 180 لمده 10 دقائق. وبعد 10 دقائق هنقلل درجه الحراره ل 160 وهنسيبه في درجه حراره 160 ل 25 دقيقه. يعني التسويه كامله هتكون في حدود ال 35 ل 40 دقيقه. بعد 40 دقيقة هنخرجه من الفرن، هنشيل الغطا وهنطلعه على طول من القالب بتاعه، مش هنسيبه علشان يحافظ على الكراست المقرمشة بتاعة التوست. وهنسيبه على كولينج راك
واسوأ حاجه ممكن اي حد يعملها، وغلطه مشهوره جدا لاي حد بيبتدي يعمل توست لاول مره، ان هو يحاول ان هو يقطع التوست دلوقتي او حتى في نفس اليوم. دي غلطه مشهوره جدا، وبالتالي مفيش حد عمل توست ابدا ما وقعش في الغلطه دي. استنوا لتاني يوم. التوست ما ينفعش ان هو يتقطع في اول يوم خالص. انا سبته وصل لدرجه حراره الغرفه، وبعدين رجعته القالب تاني وقفلت عليه ودخلته التلاجة لتاني يوم. اوكي. واحسن اختيار سكينه عشان تقطعوا بيها العيش، اي عيوش يعني، هي السريتد نايف او اللي هي البيرد نايف، او اللي هي بيبقى اسمها سكينه مشرشره او سكينه منشار، يعني حسب انتوا بتسموها ايه. دي احسن حاجه تقطعوا بيها العيش. بلاش تستخدموا السكاكين اللي هي بتكون شارب، دي اللي هي بنقطع بيها اللحوم والحاجات اللي زي كده، لانها هتفعص العيش. اوكي. استخدموا السكينه المنشار، وزي المنشار بالظبط يعني قطعوه يعني رايحين جايين كده علشان تاخدوا يعني ايه كرامب كويس للعيش. اوكي. يعني بصوا بقى الكرامب بتاعه شكله ايه. يعني بصوا المسامات قد ايه متوحده وصغنونه ومقفوله، مفيش فقاعات كبيره من الهواء كده جوه العجين. الكرامب بتاعه شكله يجنن وحلو قوي قوي، وده لان احنا شكلنا العيش صح، ما زقناهوش زي الرول كده قدامنا وخلاص. اوكي. وهتلاقوا ان القوام يعني طري وجميل، لكن كمان فيه تماسك، لان عيش التوست عيش مش فطائر، فما ينفعش ان هو يكون فلافي بزياده. اوكي. لان اللي هيحصل ان انتوا بتاكلوه هتلاقوا ان هو اتفعص كده، فما ينفعش خالص ان عيش التوست يكون طري وفلافي قوي قوي قوي. انا عارفه ان هتلاقوا الناس بتعمله كده ويكون شكله حلو قوي بصراحه، بس يعني ده مش عيش توست ناجح. احنا هنا مش بنعمل بريوش. بريوش حاجه تانية. احنا ممكن نعمل بريوش يبقى فلافي قوي كده، لكن عيش التوست لازم يكون فيه شويه قوام، علشان هو استخداماته بتكون محتاج ان هو يكون فيه شويه قوام. تمام. ومن احلى الحاجات طبعا ان انتوا ممكن تعملوها في عيش التوست، هو ان انتوا تحمصوا عيش التوست علشان تاخدوا احلى طعم منه. انا حمصت كده شويه من عيش التوست وعملت بيه ساندوتش مربى فراوله. هسيب لكم اللينك بتاع مربى الفراوله في الصندوق الوصف لو حابين ان انتوا ترجعوا لوصفه مربى الفراوله. يعني جربوا بجد عيش التوست بكل الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض النهارده، واوعدكم ان انتوا هتاخدوا احلى عيش توست ممكن تجربوه في حياتكم، واحلى من اي عيش توست ممكن تكونوا كلتوه بره. جربوا الوصفه زي ما عملناها مع بعض، واتمنى بجد ان هي تعجبكم. لو عجبتكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت، وميرسي ليكم كلكم، واشوفكم في فيديو جديد.